النقطة الثانية أكيد مستنيني أكلمكم على مباراة تونس ومصر امبارح. هي تونس ومصر إنها كانت في تونس واللي خسرنا فيها 1-0. بالمناسبة الخسارة بالنسبة لي عادية، أنا لعيب كورة وما كنتش مطالب إن أنا أفوز بكل مبارياتي داخل مصر أو خارج مصر، وإن أنا أخسر من منتخب برضه كبير زي تونس، وخاصة إن تاريخنا مع تونس مش لمصلحتنا قوي يعني، برضه عادي بتحصل يعني مش. بس لما بنيجي نحسبها شوية بتشوف الظروف اللي احنا فيها دلوقتي واللي تونس فيها دلوقتي، فاحنا في ظروف افضل يعني. احنا تصنيف احنا ظن ال20 عالميا، واحنا وصلنا نهائي افريقيا، واحنا فرقتنا في حالة جيدة، واحنا حتى لعبتنا المحترفين هتلاقي النني في الارسنال، محمد صلاح في روما، رمضان صبحي في ستوك سيتي، عمرو وردة باوك اليوناني، احمد المحمدي في هال سيتي. انا بس عشان ما بقاش بنسى وانا بقول الانديه شكلها عامل ازاي، فهجيب التشكيل واقول لحضراتكم يعني كنا ماشيين عاملين ازاي امبارح في الملعب. تشكيلتنا كان شريف اكرامي في حراسه المرمى، احمد فتحي ظهير ايمن ده بيلعب في الاهلي، علي جبر بيلعب في الزمالك، احمد عجازي بيلعب في الاهلي، محمد عبد بيلعب في اهلي جده، طارق حامد بيلعب في الزمالك، محمد نني بيلعب في الارسنال، عبد الله السعيد بيلعب في الاهلي، رمضان صبحي بيلعب في ستوك سيتي، ومحمد صلاح بيلعب في فريق روما، وكهرباء بيلعب في اتحاد جدة، وكانت اعارته خلصت. لما تيجي بتقارن الاسماء باسماء منتخب تونس، لا احنا افضل، لا احنا احسن، لا احنا اقوى الحقيقه يعني. وحاله الرعب اللي عاملها منتخبنا الوطني الحقيقه للمنتخبات الحقيقه كويسه قوي. فبالتالي انت رايح نفسيا ومعنويا افضل، خصوصا كمان ان تونس غيرت مدربها بقى لها شهر. يعني نبيل المعلول تولى المسؤوليه منذ حوالي شهر، وعمل اختياراته، وكان بيتهاجم هجوم عنيف جدا من الاعلام التونسي بشده يعني. اتفرجت امبارح الحقيقه في مكان كده مفتوح، وانا ما بحبش اتفرج في مكان مفتوح، لكنه الحمد لله كان في نوع من انواع الخصوصيه شويه، وكانت فرصه ان انا اسمع تعليقات الناس. فلقيت الناس على فكره موضوع الهزيمه بالنسبه لهم زي ما بقول لحضراتكم ده ممكن يكون عادي، لكن الناس مندهشه جدا 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 من الاداء. يا جماعه احنا لعبنا بالظبط 90 دقيقه اللي هم الوقت الاصلي بتاع المباراه، صدق او لا تصدق، دون كره عرضيه او تسديده على المرمى. تاني، مصر لعب بال90 دقيقه دون كره عرضيه واحده طلع خدها معز بن شريفيه او تسديده واحده صدها حارس مرمى المنتخب التونسي. كوره وحيده لعبها عبد الله السعيد، الله اعلم كانت بالعرض ولا كانت في الجون، راحت جنب القائم اليمين. بس 90 دقيقه منتخب هو المصنف الاول افريقيا، منتخب لاعب المباراه النهائيه لكاس افريقيا، منتخب متصدر مجموعته في بطوله تصفيات كاس العالم، ولم يسدد على المرمى ولم يرفع كره واحده. في المقابل لا، تونس في خطوره، في فرص، في كره في العارضه، في تسديدات على المرمى، في تسديدات فوق القائم، في كرات عرضيه بالجمله، في المساكن مجننا طول المباراه، في فخر الدين بن يوسف مجننا طول المباراه، في علي معلول نجم المباراه الاول. بالمناسبه علي معلول محترف هنا في النادي الاهلي. فالحقيقه الشكل لا مفيش. الناس بقى مسكت كوبر هرته بقى، والاعلان والفته واللحمه والتلبك المعوي واللي يستاهل بينه وبينكم، يستاهل، لان برضو الكوبر ده اسم عالمي، فلما كان يجي يعمل اعلان يليق بيه. انا على فكره مش ضد انه يعمل اعلان بالمناسبه يعني، بس لما يعمل اعلان يليق بيه. هما بقى خدوها في سكه خفه الدم، والمصريين لا، الايمج كده والستايل يبقى ستايل. طبعا يستاهل، ومحمود فايز يستاهل. ما احنا زي برضه ما بنصيطهم وبنشيد بيهم لما يعملوا حاجه غلط نقول ان هم عملوا حاجه غلط. الحقيقه اللي بسطني فنيا عشان اكون امين يعني، ان نبيل معلول واضح جدا عارف ان منتخب مصر 3 لعيبه، محمد صلاح، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، فرض رقابه. بن عمر مسك صلاح، مسك عبد الله السعيد، وعمل رقابه على محمد صلاح، بل انه نبيل معلول نتوقعنا انه ما يهاجمش، كان بيدافع كويس قوي قدام محمد صلاح وبيهاجم كويس قوي. لعب بشكل كويس قوي الثلاثي اللي على وسط الدايره دول 100 فل و14، فما بقالكش وجود خالص في الملعب.
خالص. اللي جننك بقى اكتر يقول لك ايه؟ هنا بريدة طلب عقد اجتماع عاجل مع كوبر لبحث نتيجة المباراة. طب ما انت قاعد معاه بقالك اسبوعين يا فندم، وسيادتك مش كنت قاعد مع كوبر ولا كنت قاعد مع ام كوبر؟ يعني اعتقد كوبر، يعني هو كوبر اللي حضرتك كنت قاعد معاه، وطلب عقد اجتماع عاجل. ما حضرتك رئيس اتحاد الكوره، ما تعمل اجتماع عاجل او بطيء او سريع او امشي في حارتين او في حاره واحده. طب احنا بقى نتائج الاجتماع العاجل ده ايه؟ هيبقى تغيير في التشكيل ولا ايه؟ ما هو ايه نتائج الاجتماع العاجل يعني؟ يعني الحقيقه انا مش فاهمها، يعني حد بس يقولها لي، لانه لازم نغير الحقيقه الاسلوب السيء واسلوب الاستهانه بالناس اللي احنا بتعمل. انا برجع اقول لحضراتكم ان الهزيمه وارده جدا في عالم كره القدم. المنتخب التونسي من المنتخبات القويه، لكن منتخبنا كان سيئا للغايه بالامس. يعني عارفين لو شطنا وسددنا وعملنا كره بالعرض وواحد طلع عملها بدماغه والجون صد وواحد طلع من خط المرمى وضغطنا يعني دايما حتى لما منتخب مصر يبقى خسران او فريق مصر يبقى خسران تلاقيه ضاغط ومهاجم ومضيع، احنا من جوه نقول والله عملنا اللي علينا خلاص. لكن احنا ما عملناش اللي علينا، ما عملناش حاجه. يعني احنا تقريبا ما سافرناش تونس في الحقيقه، يعني ما عملناش حاجه خالص، لا اداء ولا عرض ولا بعدين اوعى حد يقول لي كنا صايمين. انا اعتقد المباراه كانت بتوقيت مصر 12 بالليل، بتوقيت تونس اظن 10، فاعتقد ما كناش صايمين، اعتقد يعني ما كناش صايمين. اتصور كده ان احنا ما كناش صايمين، كانت 11 بتوقيت تونس. جماعه مش ما ينفعش الكلام ده. وبعدين هو ايه نتيجه الاجتماع؟ يعني ايه اللي هيفضي اليه الاجتماع ما بين المهندس هنا بريدة والمهندس كوبر؟ يعني ايه الاجتماع هيؤدي الى ايه يعني؟ وقلنا من الاول 100 مره يا جماعه ما فيش حد بيسافر ب 25 لعيب، مفيش كده. بيقول لك لا كلهم عشان الروح المعنويه. اين الروح المعنويه؟ هو الكوبر نفسه قال لك انه افتقدنا للروح، ده ما كانتش موجوده. وهل بالفعل كانت في مشكله امبارح ان الحضري يقعد احتياطي فبقى بره القايمه؟ عايزين نعرف الحاجات دي، يعني الحاجات دي عايزين نبقى نعرف عنها شويه، هل صح ولا غلط ولا ايه ولا ايه ولا ايه يعني. دي مباراه الحقيقه تسقط من الذاكره الاداء السيء لمنتخبنا الوطني. يمكن ربنا بيحبنا معانا النيجر وسوازيلاند فهيبقوا 6 بونت مضمونين ان شاء الله، و6 بونت هنا وهناك يعني مضمونين بامر الله، ونتعادل حتى على ملعبنا مع تونس، ندخل او نكسب تونس هنا، نطلع من احسن 3 توالت في البطوله او في التصفيات ونوصل للنهايات. ماتش مصر وتونس ده ضروري، خاصه انه كان بصرف النظر انه في عدد من لعيبه النادي الاهلي، لكن مصر كلها كانت تتابع هذا اللقاء. وانا في مقدمتي قلت الناس في حاله عدم رضا، مش ان احنا خسرنا، وارد جدا انك تخسر من تونس، تونس فريق قوي في كره القدم، لكن الشكل والاداء يا كابتن سيد ان تلعب 90 دقيقه مفيش كره عرضيه، مفيش تسديده، مفيش اي وجود لمصر على مرمى تونس، ده اللي مزعل الناس شويه. بالتاكيد يمكن الناس بعد المستوى والنتائج اللي اتحققت في الفتره اللي فاتت، سواء كان في كاس الامم الافريقيه او كاس العالم، تصفيات كاس العالم، ووصولك لنقطه اعتقد انها قريبه جدا 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 من تحقيق حلم طال انتظاره من 1990 لحد دلوقتي اللي هو الوصول لكاس العالم. فبالتاكيد كل ما بتاخد خطوه الناس بيبقى يعني امنياتها او انتظارها واهدافها بتبقى اكبر شويه. لكن في النهايه برضو يمكن بتبقى وارد ان انت تبقى في يوم، مش عايز اقول مش في حالتك وبس، لكن بيبقى الاداء كمان بشكل عام ككل يعني، باستثناء عنصرين 3 ولا حاجه يعني. ما كانش في عنصرين 3. انا رايي الشخصي انها مباراه للنسيان خالص، مباراه للنسيان خالص. طيب يعني هل سهل التدارك يعني بالنسبه للمنتخبات او الفرق الكبرى؟ يعني هربط ما بين ده وبين النادي الاهلي مثلا في بدايته امام زناكو والزامبي والتعادل هنا والناس لطمت الخدود والاهلي مهدد انه يبقى بره، لكن الاهلي بمنتهى البساطه راح كسب القطن هناك 2-0 بعرض جيد، وبعدين كسب الوداد هنا 2-0 برضه بعرض جيد وتصدر المجموعه. كيف يتدارك المنتخب هذه البدايه المؤلمه القاسيه يعني؟ بص انا دايما بقيسها بالمجموعه اللي معاك او الحلقه اللي معاك، لان انا شايف ان المنتخب الاول المصري فرقه محترمه جدا جدا جدا، العناصر اللي فيها كمان سواء كانت القدرات او الاعمار اللي فيها كمان تدي لك ايحاء وتدي لك مؤشر على طول لا اللي جاي هيبقى افضل، بغض النظر بقى عن امبارح ده زي ما قلت لحضرتك المباراه للنسيان، لكن في النهايه انت عندك الصفوف كلها على مستوى عالي جدا، الصفوف كلها صحيح قدرات عاليه جدا جدا جدا. فلا انا مش قلقان خالص من الصعود، لا مش قلقان، مش متوتر، مش خايف، لا ان شاء الله الرحمن انا متاكد بالمجموعه بالقدرات اللي فيها، لا قادرين طبعا على الوصول باذن الله. تنسيق بينكم وبين جهاز المنتخب عامل ازاي؟ يعني لاعب احمد حجازي هل كان بالتنسيق بالجهاز الطبي النادي الاهلي وجهاز الطبي المنتخب، ولا انت
شايف ان حجازي سليم 100% فما فيش مشاكل خالص. لا هو الراجل لعب قبل حتى ما يروح يعني طبعا مباراة الوداد وكان بشكل رائع جدا وأداها بشكل هايل جدا. لكن في تنسيق بالتأكيد في حاجات كتيرة سواء كانت في الأسماء المختارة أو الحاجات اللي موجودة ما بقولش فنية. يعني في أولا ده مش شغلكم، مش شغلنا، مش بتاعتنا طبعا. كبار لكن لو حد مصاب، حد في تأهيل بيسألوا الناس. يسألك مثلا عبد الله السعيد هبلت على طول بيكلمني، شخصية محترمة جدا جدا يعني. لكن الاختيارات او عدمها دي خاصة بالجهاز الفني.